اللي ما كانش يعني مقدر له ان يشارك لولا اشراك نادي مازيمبي لاعب لا يحق له المشاركه، وبالتالي لعبوا مع سيمبا في القاهره مباراه فاصله، وفاز الوداد وصعد عشان يلعب في دوري المجموعات. واول هدف محمد ناجي جده. لسه بنحكي عن مشوار الوداد، ولكن مشوار جده الى شباك فريق الوداد بهدف رائع لمحمد ناجي جده. كان له بصمه مع المنتخب المصري في افريقيا 2010 باهدافه الخمسه، قادمه من الاتحاد السكندري عشان يشعل الملعب ويسجل الاهلي في الدقيقه 36 اول اهداف اللقاء من خطا تكرر كثيرا من دفاع الوداد، ودفاع الوداد لم يفطن للخطا. وادي امامنا كرات الاهلي اللي في العمق، شوف امامنا لمسه ابو تريكه وتحرك من محمد ناجي جده لكسر مسافه التسلل، ويلاحقه يوسف رابح، لكن الرابح هو ناجي جده. محمد ناجي جده يسجل اول اهداف اللقاء.